قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. لما يتوب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصي الله عز وجل؟ كلنا نعلم أو كلنا نعلم أن الأنبياء معصومون. هذه العصمة تقتضي أن لا يفعل النبي الموظف، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا يريد أن يكون لنا قدوة. القدوة تقتضي أن يكون قريبا منا، يعني أنا لا أستطيع أن أقتدي بشخص هو بعيد عني في الطبيعة. النبي عليه الصلاة والسلام ممنوع من الخطأ ومع ذلك كان يتوب، فكأن الله عز وجل يقول لنا النبي لم يخطئ وكان يتوب، إذا أنتم أولى بالتوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا سيد الاستغفار، ذكر لنا الحديث القدسي الرائع العظيم الذي رواه الشيخان. الله عز وجل يقول يذنب العبد فيقول يا رب اغفر لي، فيقول الله عز وجل في عليائه لملائكته إن عبدي علم أن له ربا وأنه يأخذ بالذنب وهو يستغفرني من الذنب، ويكرر ذلك 3 مرات، كل مرة يعود فيذنب، كل مرة يعود فيذنب ويستغفر، والله عز وجل يقول ذلك. فيقول الله عز وجل في آخر الحديث اعمل ما شئت فقد غفرت لك. الله عز وجل يعلمنا عن الخطأ إلى الصواب.